شش حفت سالان برخدان آخوا بردوام دکه. 2014 کچاوا جسدی حیشتی کوبانی هاتو بو رخاندن بلکی اردوغان امیر داعش دبود کوبانی کرد لی مجسدی بیستی دا جیان دکر ما خدمت زاروکی خود دکر و برنداران دکر امنها دوی آسته دانه و اما نهلینن روجابات هاوایی و تایبت کوبانی وی نکبه. اولا زهرا دگو و کوبانی نکبه ام جمرن مسترن و کوبانی نکبه ام جمرن مسترن اف جهاد اثبات کرن و حتی نها ام لهامبر قوات ناتو ام لبر خاددن توي معني براستي ام جمرنا مسترن. حراك السويداء أبارك لكنا الملتقى التشاوري الأول للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا. صباح كنا عبق من نسائم الجبل الأشم وسويداء القلب، صباح كنا حرية وكرامة. أشكر لكنا هذه الإرادة والقوة وما تتحلين به من إصرار على حقوق النساء. تحية لزنوبيا في كل امرأة بيننا. طبعا مع تحول سوريا من عهد الاستبداد إلى عهد الحرية والمواطنة والمشاركة والديمقراطية، اسمحنا لي أن أقف عند حراك السويداء الذي أعطى المحافظة خصوصية. منذ بداية انطلاقه كان حراكا ديمقراطيا وطنيا يؤمن بوحدة الأراضي السورية. اكتسب خصوصية منذ عام 2011 لأن ثورة انطلقت من درعا المجاورة والحميمة لمحافظة السويداء. طبعا لا زال حراك السويداء يشجع المرأة للمشاركة في كل مفاصل الحياة. المرأة في السويداء والجنوب السوري تؤيد وقفتكن هذه. الأغلبية في السويداء كما تعلمنا رفيقاتي هن من الطائفة الدرزية. ربما لم تشترك بالثورة منذ بدايتها بشكل علني ورسمي، وذلك يعود لأسباب التعتيم الإعلامي في غالب الأحيان. كانت أيضا هناك حذر في محافظة السويداء من أن يكون هذا الحراك طائفي، ونلاحظ مؤخرا أنه انتقل من سلمية إلى عسكرية بسبب لعب الدور اللاأخلاقي من قبل النظام الهارب لعدم استيعاب هذه الثورة في حينها، كما أنه كان يخشى من هذه الاحتجاجات على سلطته، مما أدخل سوريا في نفق من الضبابية، الإرهاب والفساد، الاستبداد والطغيان، الضياع الذي كاد يفسد القيم التي تحلى بها الشعب السوري على مدار حضارته القديمة. طبعا هناك مفصل هام كان في السويداء مع عدم التحاق الشباب من السويداء بالجيش، لأنه علم بأن الجيش يحارب الشعب أو يقاتل الشعب. من هنا بدأت جذور الأزمة بين محافظة السويداء والسلطة البائدة. فردت أجهزة الأمن على السويداء بأنها أثارت الفوضى، الجرائم، المخدرات، الاختطاف بهدف الابتزاز. طبعا كان المعظم من هؤلاء المجرمين متحالفين مع السلطة الأمنية، لديهم بطاقات أمنية لحمايتهم. أثارت الفوضى وعدم الأمان، غياب الثقة بين الناس، الوضع الاقتصادي المتردي كما كل محافظات السورية. طبعا وقف الحراك في السويداء ليعبر عن آلام الشعب السوري، يطالب بتطبيق القرارات الأممية لينطلق بسوريا نحو دولة مواطنة، عدالة اجتماعية، دولة ديمقراطية تحفظ حقوق السوريين بغض النظر عن مرجعياتهم ومذاهبهم، أطيافهم، قومياتهم وجنسهم، أيضا المساواة بين المرأة والرجل. طبعا المرحلة السابقة أدت لخروج جزء من شمال سوريا من تحت السلطة الأسدية البائدة. ظل جزء هو مسيطر عليها وجزء كان تحت سلطة أمر واقع، الحكومة المؤقتة، حكومة الإنقاذ. السويداء كانت شكليا تحت سلطة الأسد البائدة، لكنها بشكل موضوعي كانت سلطة الأسد تثير الفوضى
تعمل على إفساد النظام القيمي اللي عاشت السويداء محافظة عليه من 100 سنة من وقت الثورة السورية الكبرى. قالت أن الدين لله والوطن للجميع. هذه الشعارات النبيلة التي لم تتنازل عنها في أي لحظة من اللحظات. خملين بتيبت إيجو دا أباكرنا سازيا هزي لكاريا هندورين تاكو روجا إيرو قوام البيدري دا أولهية كده بكم خباتي لدار دخل بسايا با شهيدا تبعي شهيدين شورشا رجابا يقوف كاردانا مشاندن لهمبري تبعي تونديه قول جباكي برامبري ويبتي تيبت وكجن برخداني كي بهم با لرجابا قوام ددنا مشاندن دكيرينا ديروكي ده بندابات تشريني لبرا قرقوزا حتاني بدقيجي قو شهيدي مهنا امواك هزو لكاريا هندرين مساجا ما جوي داري جبورايا قشتي پارستن مبدأ ميا بين پارستن هبو نينا بين پارستن عدالت نينا بين پارستن اخلاق هندري جواكي ده نينا لسروي اساسي خو پارستن بريخستن كرن لسريا فلسفيا جيان آزادي ام مبدأ ميا دجياني ده جبو تبعي جهاني جي انفيد دن خيار كرن مبدأ ما پارستنا افجي مساجا ما جبورايا قشتيا خو پارستن